لو مفيش في حياتك رومانسية ولا حنان، وعمرك في يوم ما حسيتي بالسعادة ولا الأمان. الفيلم ده بيعوض القلب اللي فقد الإحساس من سنين. بيبدأ الفيلم بدكتورة اسمها منى، مفيش في حياتها غير الشغل وبس، ونادر جدا لما تروح البيت ما عندهاش أصحاب، خجولة ومنطوية، وأكبر فرحة ليها إنها تسمع نجاح عملية أو خروج مريض من المستشفى بعد ما خف واسترد صحته. بتحلم زي أي بنت بفرس أحلامها، لكن نصيبها لسه ما ظهرش. علشان كده أختها سارة اتصلت بيها في الشغل وقالت لها إنها جايبة لها عريس وإنها لازم تقابله النهاردة، لكن منى قالت لها إنها مشغولة جدا في الشغل وأمرها إنها تروح حالا علشان تستريح شوية. لبست منى وركبت عربيتها وكلمتها أختها وقالت لها إن العريس مستنيك بقاله ساعتين، واستعجلتها وهي سايقة العربية ومش واخدة بالها اتفاجئت بعربية قدامها واتصدمت بيها وعملت حادثة. وأستاذ أحمد مهندس زراعي مراته متوفية من سنتين، باع بيته بعد وفاة مراته وحلف ما هيقعد فيه من غيرها، والسمسارة بتفرجوا كل يوم على بيت جديد بس كان ما بيعجبهوش. ويشاء القدر إن ورقة فيها إعلان بتطير ورجعت له تاني كأنها بتتوسل ليه يقراها، ولما قرا الورقة لقاها إعلان عن بيت للإيجار. اتوجه على البيت والسمسارة كانت رافضة اللي أحمد بيعمله علشان عمولتها كده مش هتاخدها. أحمد قال للسمسارة إن البيت عجبه وهيأجره، وطمنها إن عمولتها محفوظة. ولما سكن أحمد وبدأ يستقر في بيته الجديد يلاقيها قدامه، يفتح التلاجة يلاقيها قاعدة له فيها، يتفرج على ماتش كورة ترخم عليه بصوت عالي. ومن كتر أحمد ما كان متضايق جاب قسيس من الكنيسة علشان يخرجها من البيت، لكن منى كانت بتسخر منه وبتقول لأحمد ده حتى مش شايفني. ولما فشل القسيس بعت لفريق من الصين علشان يسيطروا على الموقف، لكن فشلوا برضه. ده حتى جاب فريق من قهر العفاريت اللي ادعوا إنهم قبضوا على العفريت وكانوا كدابين برضه. ولما زهق جاب موظف المكتبة اللي قال لأحمد إن عنده موهبة التواصل مع الأرواح، وقال له إن الروح دي مش ميتة وإن ما عندكش حل غير تتأقلم معاها وتصاحبها، لأن دي شقتها ومش هتسيبها. وقال له المشكلة مش في البنت اللي انت بتشوفها يا صاحبي، المشكلة في البنت اللي لسه عايشة جوه قلبك. ضحكت منى وافتكرت انه كان على علاقة ببنت وسابته، واحمد قال لمنى انها فاهمة غلط وكان متضايق جدا. وسألته عن مين البنت اللي توفت، زعق فيها وقال لها دي مراتي ونسي اني ميتة. قالت له انا مش فاكرة انا مين ولا انا كنت ازاي، وطلبت من احمد المساعدة. وفضل يخبط على الجيران ويسألهم على البنت اللي كانت موجودة جوه الشقة قبله، لكن لأن البنت كانت منطوية أغلب الجيران ما كانوش يعرفوها لأنها مش اجتماعية. لقوا ورقة في الدرج مكتوب عليها عنوان المستشفى اللي كانت شغالة فيها، ولما دخلوا المستشفى افتكرت منى إنها كانت شغالة فيها. ولما سأل أحمد موظفة الاستقبال عنها كان واضح إنها كانت حزينة جدا ومتأثرة. ولما سأل أحمد دكتورة سلمى أعز أصدقائها بدأت منى تفتكر الحادثة وقلبها فضل يدق بصوت عالي، وبخطوات بطيئة وحزينة بقت ماشية ورايحة على غرفة العناية المركزة اللي هي فيها. شافت نفسها على الأجهزة مذهولة ومصدومة. دخل عليها أحمس أوي يلا ابتدي، وحاولت تتحد مع جسمها لكن مفيش أي تواصل نافع ما بينها وبين جسمها. أحمد قال لها غمضي عينيكي. أسماء صاحبة منى وقالت له الزيارة انتهت. أحمد طلب منها دقيقتين كمان، وأحمد قال لمنى ارجعي معايا البيت لو حبيتي. قالت له انا كنت تايهه ولقيت جسمي، ورفضت طلبه. وبدات منى تتنقل في الغرف وشافت الدكتور اللي كان بيكره منى اخد مكانها. وفي زياره ساره اختها وبناتها لمنى اللي كانت فرحانه جدا بوجود بنات اختها، دخل الدكتور اللي بيقرب من الغضب وجريت ورا احمد وما كانتش مصدقاه. حست منى باليأس والاحباط وقله الحيله. راحوا لموظف المكتبة وطلبوا منه انه يساعدهم. قال لهم الحل الوحيد اننا نخطف حبيبتك ونوفر ليها الاجهزة اللي بتساعدها على انها تفضل عايشة، وده كله لازم يكون بره المستشفى. وفي اخر ليلة كانوا فيها مع بعض اعترف احمد لمنى انه كان تايه قبل ما تدخل منى حياته، وهي كمان اعترفت له انها قبل ما تعرفه ما كانتش تعرف يعني ايه كلمة حب. وفي نهار اليوم اللي هيشيلوا الاجهزة اللي بتساعد منى على الحياة، وقال له احمد انه دكتور زميله، لكن ما اقتنعش المدير واتصل بالامن. احمد لما لقى كده ضربوا وبداوا ينقلوا منى، والمدير اتصل بالامن.
اللي كان بيطاردهم وهما بيحاولوا يهربوا منه، وصاحب أحمد منع الأمن إنه يمسكهم وضربه، ولما الأمن جه يرد الضربة لقى في إيده التنفس الصناعي، والأمن مسك أحمد ورماه على الأرض، ومنى كانت بتختفي فعلا، واحمد فضل يصرخ ويقول لهم ساعدوها منى عايشه. وكان موقف مؤثر جدا ولحظه صعبه لما بدا جهاز نبضات القلب يشتغل من تاني، وبيبان منى بتستعيد وعيها من جديد وسط استغراب اختها وصاحبتها الدكتوره. جريت ساره فرحانه على اختها وامرت الامن يسيبوا احمد، ولما راح احمد علشان يطمن على منى ويقول لها قال ايديها، خافت منى منه وبعدت عنه. اتحرك احمد منها وخد بعضه وخرج، وهو بيخرج بيبص عليها بحزن وحسره، وحس بينه وبين نفسه بخسارة أجمل حب ليه. كل مكان منى قعدت فيه مع أحمد كان بيفكروا بيها، كان بيراقبها من بعيد وهي مش حاسة بيه، إنه في أي لحظة ممكن يشوفها تاني مفاجأة زي زمان، لكن أحلامه بقت سراب. ولما رجعت تاني لشقتها حست إنها بدأت ترجع بذاكرتها، وإنها كانت فاكرة اللي حصل لها كان حلم، ولما فاقت اتأكدت اللي شافته أثناء الغيبوبة ما كانش حلم وإنه حقيقة. ولما طلعت فوق السطح شافت أحمد حول السطح لحديقة جميلة مليانة بالورود والزهور. قال لها أنا مش فيلم يستحق المشاهدة، وإن الإعجاب أو الاشتراك تقدير منك على مجهودي وتعبي. بشكركم وأشوفكم بخير مع فيلم جديد. كان معاكم هاني فؤاد.